عارفين اسعار التورت والحلويات وصلت لفين دلوقتي؟ حاجة فعلا مبالغ فيها. اسعار بقت اوفر جدا، اسعار عالية قوي. ليه؟ احنا نعمل كل حاجة في البيت. الخامات برضو مكلفة ومش هنعملها رخيصة، لكن هتبقى بأقل من نص تمن الجاهز. واوعدك هتعمليها تبقى زي الفل، احلى من اللي انا عاملاها كمان، من غير ادوات، من غير ما تكلفي نفسك كتير، بخامات اغلبها متاحة لينا. هنعمل احلى تورتايه. شايفة شكلها عامل ازاي؟ وما بتاخدش منك، مش هتاخد ساعة، ساعة ونص، وتبقي عاملة احلى تورتاية زي ما انت شايفة. حتى لو اول مرة، بقول اول مرة بتعمليها، ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. بس الاول اعملي بقى لايك للفيديو، وندعم الفيديو بشير لاصدقائنا. ولو اول مرة تشوفي القناة، اضغطي على زر الاشتراك الاحمر وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله. ونشوف بقى هنعمل التورتايه بتاعتنا دي ازاي، من غير اي تكاليف كتير، ومن غير اي مكونات مش موجودة. بالعكس، هي مكوناتها كلها موجودة وفي متناول الجميع. واتمنى ان انت تلفي لفة في القناة وشوفي الفيديوهات القديمة، ويا رب تعجبك. انا عندي هنا دقيق، ربع كيلو من الدقيق. عندي معلقتين كبار من الكاكاو، 200 جرام من السكر الحبيبات، نص كوباية من المية الساقعة. عندي دي معلقة كبيرة من محسن الجل اللي هو المحسن الكيك. هي هنا لونها أبيض لأنها طالعة من الفريزر. وعندي كمان 4 بيضات ساقعين طالعين من التلاجة، مش بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي أكسر البيض في البولة بتاعتي. طبعا انتي مستغربة ازاي انا بقول البيض ساقع. البيض ساقع، المية ساقعة، المحسن برضو ساقع، عشان يديلك نتيجة حلوة وتتضاعف معاكي كمية السبونش بتاعي. هنا حطيت البيض، حطيت عليه المحسن، هحط عليه السكر، قلنا سكر حبيبات. هبتدي انخل الكاكاو لان الكاكاو بيبقى الى حد ما فيه تكتلات، والدقيق. هنا في معلش معلومة عايزة اقولها، الكاكاو فيه انواع كتير في السوق. لو استرخصت، هنا حطيت معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة. لو استرخصت وجبت نوع مش كويس، بيأثر لي على طعم الاسبونش جدا، بيديني طعم مش حلو خالص. يا ريت نجيب اما كاكاو اسباني او كاكاو دريم، برضو حلو قوي. نوع كاكاو يكون كويس، ده بيأثر فعلا جامد قوي 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 في طعم السبونش بتاعي، وبالتالي في طعم التورتايه او الكيكه اللي انا بعملها. هنا حطيت فانيليا، نص معلقه من الفانيليا، وحطيت نص كوبايه من الميه الساقعه. هبتدي بقى كل المكونات زي ما احنا شايفين حطيتها على بعضيها كلها، مفيش اسهل من كده. بدوب الاول قبل ما اشغل المضرب عشان الدقيق والكاكاو ما يتطيروش. وبعد كده ابتدي اضرب. في الاول بتحسي ان الخليط تقيل، تقيل معاكي و... ومحتاج مثلا سوائل. لا، اضربي. هت... كل ما هتضربي هتلاقي اللون ابتدى يفتح، وهتلاقي العجينة بقت خفيفة معاكي. شايفة؟ بضرب حوالي 7 أو 8 دقايق. في بداية ما ببتدي شغل خالص بشغل الفرن بتاعي. أنا هنا لأني هسويه في صاج، فلازم يكون الفرن عالي. أنا بعمل الفرن بتاعي على 220. لو في صينية خليه على 180، لو في صينية والكمية كبيرة على بعضها. لكن أنا اللي انتي هتشوفيه دلوقتي، أنا هحط كمية منه حوالي تلتينه في الصاج ده. الصاج ده 30 في 40، والباقي هحطه في صينية صغيرة عشان هعمل بيه حاجة. فشوفي ال4 بيضات عطوني كمية قد ايه. عشان هنا الطبقة رقيقة، فلازم النار تبقى عالية وإلا هينشف معاكي. عشان كده بقولك النار تبقى كام؟ 220. طيب لو حطيت الكمية دي كلها في صينية وسويتها في صينية أو في الصواني اللي هي الاسبونش العالية، لا، في الحالة دي على 180. هنا خلاص خلصت ومشغلة الفرن، قلنا على 220. ما بياخدش أكتر من 10 أو 12 دقيقة، واختبرها بخلة بتطلع نظيفة، يبقى كده تمام. ابتدي بقى ان انا اعمل الكريم شانتي بتاعي. انا هنا عندي معلقه من السكر، حابه تحطي اكتر حطي، بس انا بحب الحاجه يعني سكرها قليل. وحطيت كوبايه ميه ساقعه مشبره طالعه من الفريزر. وبعد كده ببتدي اضرب حوالي دقيقه او دقيقتين لغايه ما ادوب السكر بنسبه 50%.
بعد كده هحط له معلقه من الباستري كريم، ده بتجيبيه من عند مستلزمات الحلويات، او كريمه لباني بودر، بتبقى حلوه قوي برضو. لو مش موجود خلاص مش ما تحطيش، مش مشكله. وحطيت كوبايه من الكريم شانتيه. هنا الميه كوبايه والكريم شانتيه كوبايه. المفروض ان الكريم شانتيه، كوبايه الكريم شانتيه هتاخد مني كوبايه ونص ميه، بس انا بحط كوبايه واحده ليه؟ عشان ابقى في الامان، لو احتجت ميه تاني ازود. وطبعا الكريم شانتيه ده خام من غير سكر، عشان كده انا حطيت معلقه السكر في الاول، وما حطيتش اكتر من معلقه لان الباستري كريم بيبقى مسكر. هنا احتجت ميه تاني، حطيت حوالي ربع كوبايه من الميه، يبقى المجمل كله حطيت كام؟ حطيت كوبايه وربع من الميه. هنا انا عايزاه الونه بلون بني او بكاكاو. حطيت له هنا معلقه من جناش الشوكولاته كان عندي، ممكن تحطي بديل النوتيلا، ممكن تحطي نوتيلا، ممكن تسيبيه ابيض زي ما انت عايزه، ده طبعا يرجع لك. انا حسيت اللون لسه فاتح، حطيت معلقه من الجناش تاني، وابتدي ان انا اضربه، يعني مش هيتضرب اكتر من 5 او 6 دقايق، وكده الكريم شانتيه بتاعي بقى جاهز. ما تنسيش بقى اللايك وشير لاصدقائك. كده تمام، كفايه كده. هنا عندي بقى 200 جرام من الشوكولاته السايحه، سيحتها على حمام ميه، وحطيت لها معلقه كبيره من الزيت، زيت الاكل عباد او ذره. ودي العلب اللي هي الشفافه، طبعا كلنا عارفين العلب دي. انا جبتها من عند اللي هو بيبيع ادوات التغليف، وابتدي احط فيها كميه من الايه، من الشوكولاته. بس هنا الخطوه دي مهمه قوي، خليكي معايا عشان نشوف. طب انا حطيتها اخلعها ازاي، وانا بطلعها هتطلع معايا ازاي، وايه هي التركات اللي اعملها عشان طبقة الشوكولاتة دي ما تتكسرش معايا. كده انا حطيت الشوكولاتة، ببتدي اوزعها في العلبة كلها، واتأكد ان كل العلبة اتغطت من الشوكولاتة. في معلش، هي الطريقة دي انا خدتها من قناة، بجد انا ناسية اسم القناة، اسم صاحبة القناة. فعلا انا مكسوفة جدا منها، لان فعلا دي فكرتها، مش هقول فكرتي، شفتها وعجبتني جدا فخدت فكرة العلبة دي منها. لكن المقادير وبقية الشغل ده ايه ده، بتاع مطبخ ماما. حطيتها في التلاجة، معلش فوتكم بقى، انا حطيتها في التلاجة لغاية ما جمدت، وبعدين طلعتها. بديها طبقة تاني بالفرشة، عشان لو في اي جزء كان خفيف احط له تاني شوكولاتة، لان لو في حاجة خفيفة هتتكسر معايا. كده ايه، وحطيتها تاني في التلاجة. بعد كده الاسبونج كان طلع وبرد، هبتدي ان انا ايه، قلبته، وابتدي ان انا احطه في العلبة بتاعتي. طبعا العلبة انا حطيتها في التلاجة لغاية ما جمدت تاني وطلعتها. هحطها كده عشان اخد المقاس، وابتدي ايه اقطع. مهم جدا ان انت تقطعي على قد مقاس العلبة، ما يكونش العلبة مهوية. يعني ايه؟ يعني ما اجيش احط يبقى في فراغات، لو في فراغات هاجي اقلب الكيكة بتاعتي او التورتة بتاعتي هتتكسر. حطيت هنا جزء قليل من الكريم شانتيه، وابتدي اوزعه زي ما احنا شايفين. مفيش ادوات، انا لا في بلبله ولا في سباتيولا ولا في حاجه، بالمعلقه وباي كيس، ان شاء الله كيس تلاجة بحطها، عشان دي اللي بتمسك الكيكه بتاعتي مع الشوكولاته. اول حاجه بنحط الطبقه دي، وبعدين الشوكولاته. الكيكه زي ما احنا شايفين الاسبونج اتقطع منه حته عادي ولا اي حاجه. وابتدي ايه، احط تاني طبقه من الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين، وبرضو ايه، اوزعها بالمعلقة كويس. اهم حاجة ما يكونش فيه عندي اجزاء مش متغطية. حطيت الطبقة التانية، وبرضو اوزع الايه، الكريم شانتيه عليها. خليكي معايا عشان نشوف ازاي هنقلبها من غير ما تتكسر، مهم جدا. كده تمام. هنحط بقى اخر طبقة، هي كان ممكن تبقى كده بس انا حبيت ان هي تبقى عالية، فحطيت لها ايه الطبقة الاخيرة، الطبقة التالتة. هي جت كبيرة شوية، فانا ايه قطعت حتة بالسكينة منها علشان ان انا ايه اظبطها. بجيب البورد بتاعي بحط عليه جزء من الكريم شانتيه، وبعدين ابتدي اقلب عليها العلبة. طيب العلبة طبعا الشوكولاتة ماسكة فيها، هعمل ايه؟ بمسك كده العلبة من الناحيتين واشد من كل ناحيتين متقابلين كده، واشد بهدوء جدا وبالراحة، وما تدوسيش عليها، لو دوست عليها ممكن تتكسر. وما ابتديش اخلع الا لما احس بيها وقعت من العلبة. رحت شايلاها زي ما احنا شايفين، طلعت زي الفل. زينيها باي حاجة انت عايزاها. انا حطيت هنا ايه، اي تزيين موجود في البيت، ممكن تحطي وردات كريم شانتيه، ممكن اي تزيين زي ما احنا شايفين.
تحطيه. والشريط ستان كده ربطته بطريقة شيك. التزيين ده طبعا يرجع لك، اكيد انتوا هتعملوا احلى مني كمان. اتمنى ان يعجبكم الفيديو، اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا شير لاصدقائكم. اشوفكم على خير.